حاليا خلصنا السبع اشواط، المفترض ان شاء الله ان احنا هنبدا نتجه على مكان الوضوء علشان نتوضا ونجدد الوضوء احتياطي يعني، ونبدا نصلي حاليا الركعتين ورا مقام ابراهيم. حاليا خلصنا السعي خلاص، خلونا نتوضا علشان نبدا نروح نصلي ركعتين باذن الله. في الركعة الأولى بنصلي بقول يا أيها الكافرون، أما في الركعة الثانية فبنصلي بقول هو الله أحد. كده خلصنا 50% من العمرة، نبدأ نتجه للمسعى وفي طريقنا بنشرب مية زمزم. وبعد الحمد لله ما خلصنا الطواف وصلينا ركعتين، خلاص دلوقتي جه وقت ان احنا نشرب ميه زمزم ونتضلع بها، وبعد كده هنبدا نتجه للصفا والمروه علشان نسعى ان شاء الله. وحاليا احنا داخلين على الصفا علشان نبدا السعي. السعي في الصفا والمروة بيكون من هنا من الصفا، وبنقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وبنحمد الله تعالى ونكبره الحمد لله والله أكبر، وبندعي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبنكررها 3 مرات وبندعي بينهم زي ما احنا عايزين. بعدها بننزل من الصفا اللي هو في الاساس جبل وبنتجه للمروه، وبندعي وبنذكر ربنا طول السعي. وانت هنا في السعي بمجرد ما بتيجي عند الجزء الاخضر دوت بتبدا تسرع الخطوه او تهرول يعني. هنا في المروه بندعي الدعاء لكن بدون الايه لحد ما نكمل ال7 أشواط عند المروه. حاليا بفضل الله الحمد لله خلصنا السعي، فاضل حاجه واحده بس وهي ان احنا نقصر الشعر او نحلقه بالكامل لو حابين. وهنا برضو لسه العمره ما خلصتش الا باحلال الاحرام، وهو قص الشعر للرجل والمراه. الرجل بيكون بتقصير الشعر او حلق شعره بالكامل وده طبعا الافضل، اما المراه فقص الشعر بيكون عن طريق قص قدر انمله يعني راس الصباع. وهنا ربنا يتقبل بتكون العمره تمت على خير وكل محظورات الاحرام اتشالت عنه خالص. قدام الحرم على طول هتلاقي برج الساعه واللي فيه الفود كورت دوت، واشهر مطعم هنا طبعا وهو البيك. وبعد ما تخلص عمرتك بتطلع هنا ابراج الساعه عند اشهر مطعم موجود هنا، هو مطعم البيك الفرع اللي موجود هنا في ابراج الساعه. اما عن تكاليف العمره وخطواتها بدون شركه سياحه، اول خطوه للعمره كانت قبل الطيران طبعا هي كانت التاشيره، واللي في شركات كتير بتطلعها ليك بمقابل. التاشيره لوحدها مش غاليه، المشكله ان في قرار في الفتره الاخيره ان في باركود حاجه كده ملهاش لازمه غير دفع الفلوس، واللي للاسف بتوصل ثمن التاشيره ل 12000 جنيه. ده بيعتبر اقل سعر ممكن توصل له يعني. السعر ده طبعا بيكون من غير برنامج الرحله، تاشيره وباركود بس. التاشيره ما بتاخدش اكتر من يوم او يومين وبتكون طلعت. اول ما بتوصل مطار جده في باصات مجانيه بتنقلك لمكة، وغالبا بتكون مرتبطة ببرنامج الرحلة. اخدنا عربية ملاكي اللي هي تاكسي يعني بالاتفاق، واللي كان سعرها 200 ريال. الإقامة واللي كانت في فندق أبراج الهداية، واللي بيعتبر أرخص وأفخم فندق ممكن تنزل فيه في مكة، واللي هيكون لنا عنه حلقة كاملة، واللي كان سعر الإقامة فيه $30 في اليوم. السعر طبعا بيكون للغرف الرباعية. الحجز فيه بيكون عن طريق موقع بوكينج، والأفضل في حجز الفنادق في الدول الخليجية هو موقع أجودة. أما بالنسبة للانتقال ما بين مكة والمدينة ففي باصات هناك، والأفضل هو قطار الحرمين السريع، واللي سعر تذكرته في حدود ال 200 ريال. لو حسبتها بما انك منظم الرحله بنفسك هتلاقي ان انت المستفيد من الانتقال بوسيله مواصلات مريحه زي ديت بدل الاتوبيس. الاهم طبعا انك تكون فاهم وتقدر انك تنسق المواعيد مع بعض، خاصه مواعيد الطيران. اما مدينه رسول الله فهيكون لنا عنها حلقات تانية باذن الله، وحلقات تانية لسه عن مكه ومزاراتها كمان.